لم يختلف مشهد القتل والخطف في شنغال عما يفعله اليوم تنظيم الدولة الإسلامية داعش ضد الأكراد في شمال سوريا، وتحديدا في مناطق الشهباء والباب في ريف حلب، لا سيما بعد المعارك الدائرة في ريف حلب الشرقي وتقدم قوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة المنبج، الأمر الذي جعل التنظيم يختل تنظيميا. وقال عماد داود رئيس مجلس حي الشيخ مقصود في حلب ذو الغالبية الكردية لبريس 23 أن عناصر التنظيم يخطف المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية في جبهات القتال ومقراته، والقضاء على الخلايا النائمة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق التنظيم، وذلك خوفا من قيام هذه الخلايا بعمليات خاطفة ضد التنظيم. وكشفت مصادر مطلعة أن عدد المخطوفين لدى التنظيم وصل الأسبوع الجاري إلى 900 مدني في مناطق الباب بريف حلب، يتزامن مع تخوف قرى صاب ويران وتل بطال الشرقي الكردية في ريف الباب من عمليات خطف وارتكاب مجازر قد يقدم عليها التنظيم مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية نحو معقله في مدينة منبج بريف حلب. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تدفق عشرات العوائل الفارة من دوار الكتاب في المدخل الغربي لمدينة منبج وبشكل شبه يومي بمساعدة مقاتلي مجلس منبج العسكري للوصول إلى المناطق المحررة من قبضة التنظيم، لكن صور الموت المروعة ستبقى عالقة في مخيلة الفارين كصدى مجازر التنظيم في تل عران وتل حاصل يخفق في قلوب من عاشها وسمعها أنات وجع يعجز الزمان عن حذفها من ذاكرة الأيام. لامار أركندي، خاص بريس 23.